ده التركيب الداخلي للسماعة اهو. التركيب الداخلي بتاع السماعة زي ما احنا شايفين. السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، والنهاردة ان شاء الله هنحاول نحل كل المشاكل اللي بتاعة السماعة ديت، لان طبعا ناس كتيرة بعتت لي. انا كنت عامل حلقتين عن السماعة دي، حلقة عن شرح السماعة وحلقة تانية عن طريقة تغيير الباور بانك، البطارية بتاعة الباور بانك. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الحلقتين هنا اهوت، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين كل حاجة، لان جالي كميه كومنتات مهوله بصراحه، يعني حوالي 250 300 كومنت بيسالوا على اسئله غريبه ما كانتش تخطر في بالي وانا بعمل الحلقه. زي ما انتم شايفين كده كميه الكومنتات الكتيره على الحلقتين، وكميه التساؤلات المهوله اللي جت على حاجات كتيره جدا ما كانتش تخطر في بال حد. فالنهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين هنحاول ان احنا نجيب كل حاجه. زي ما قلت لكم دايما تابعوا هنا اهوت، هتلاقوا الحلقات بتاعه السماعه دي هتطلع هم حلقتين خاصين بالسماعه بشرح فيها كل مشاكلها، يمكن يفيدوكوا بالاضافه اللي احنا هنعمله النهارده. طب تعالوا النهارده اول حاجه هوريكم برضو موضوع البطاريه الداخليه والبطاريه بتاعه السماعه نفسها، لان الناس كتيره قالت لي حاجات غريبه اول مره كنت اسمعها. فزي ما انتم شايفين كده اهو، تعالوا نطلع بس ايه البطارية الداخلية الأول بتاعة الباور بانك نفسه. تجيب حاجة كده خفيفة، حاول بس تكون حاجة بلاستيك، بلاش الحاجات المعدن. فقلت يعني دي اللي كانت في ايدي، فقلت اوريها لكم خلاص ايه بيها مؤقتا. ده طبعا هنفتح كده عشان نطلع الباور بانك او البطارية بتاعة الباور بانك. تمام، دي اول بطارية زي ما احنا شايفين كده. دي البطارية اهي، وزي ما قلت لكم هتلاقوا دايما الحلقة انا شارحها على اليمين هنا اهو، هتطلع لكم. ده طبعا زي ما احنا شايفين كده، دي البطاريه اللي انا مغيرها. لما باظت البطاريه بتاعتها بعد سنه غيرتها بالبطاريه دي. طيب في ناس بتقول لي بقى ان هي السماعه نفسها ما بتشحنش، او لما بيحطوها ما بتشحنش. فممكن اكتر من حاجه، ممكن طبعا تكون الترميلات البسيطه دي. بصوا كده الترميله البسيطه دي اهي، هحاول اقرب لكم الصوره عشان بس تبقوا واخدين بالكم. دي لازم تحكها بأي حاجة، حتة صنفرة صغيرة، تتأكد إن هي بتلمس مع الترميلة الصغيرة اللي هنا، أو الحتت النحاس دي. بصوا هتلاقوا هنا حتت نحاس، تتأكدوا إن هي دي ملمسة مع دي عشان تبدأ تشحن السماعة. لازم طبعا تتأكدوا إن دي أهي بصوا تاني، الحتت الصغيرة دي ملمسة مع الحتت ديت عشان تبدأ إن هي تشحن. زي ما انتم شايفين أهو، الحتت دول نحاس ودول نحاس أهو، دول نحاس ودول نحاس، بحيث ان هي لما تمسك في بعض تبدا تشحن. ده اول حاجه. تاني حاجه، ساعات السماعه بيبقى صوتها واطي. السماعه دي تاتش يا جماعه، فلازم ان انت تدوس عليها كذا دوسه، او ليها هتلاقي في الكتالوج، يعني هتلاقي هنا اهو. بصوا هتلاقوا هنا كتالوج، الكتالوج شارح كل حاجه، بس مش عارف انا ضيعته طبعا كالعاده، ضيعت الكتالوج كالعاده يعني. المهم هتلاقي معاها كتالوج شارح لك طريقه ان انت ازاي تدوس على السماعه وتعلي الصوت وتوطي. طيب البطاريه بقى الداخليه اللي جوه السماعه نفسها، لان ناس كتير سالتني على الموضوع دوت، بتقول لي فين البطاريه الداخليه. اهم حاجه تعرف مكان البطاريه الداخليه. طبعا هي السماعه الحمد لله ما شاء الله شغاله معايا، فانا معلش مش هفتح السماعه دي، هجيب لكم سماعه قديمه كانت عندي واوريكم الفكره الاساسيه منها. ماشي، تعالوا كده نفتح ونجرب. يعني بص هجيب برضو حاجه كده اهي، وتبدا ان انت تفتح. هي الغطا بتاعي بص اهي، يعني هتيجي هنا اهو في الحز ده كده. انا عايز بس اوريكم الفكره في الحز ده كده، وتبدا ان انت تفتح الجزء ده. هفتح لكم دي برضو عشان تبقى عندكم فكره عن الموضوع، ويبقى ايه وريتكم كل حاجه. بس انا كنت لازقها طبعا. بصوا اهي، احاول بس اوريكم الفكره الاساسيه وانتوا ايه تعملوا زيها طبعا. بس خلي بالك اوعى تعور نفسك، حاول يبقى معاك حاجه بلاستيك، بلاش الحاجه المعدن القويه دي. ماشي اهو، بصوا هتبدا. ده قلب، ده 90% من السماعات بالشكل اللي انت شايفه ده. هتبدأ ان انت تفتح كده، هتطلع طبعا الجزئية دي. ده شكل قلب السماعة من جوه زي ما انتم شايفين اهو. ده البطارية، ودي اللوحة بتاعتها، ودي الترامل اللي بتلمس، وادي السماعة الداخلية جوه زي ما انتم شايفين. ده كده شكل البطارية نفسها زي ما احنا شايفين اهو. ده التركيب الداخلي للسماعة اهو. التركيب الداخلي بتاع السماعة زي ما احنا شايفين. دي البطارية اهي، دي
دي البطارية الصغيرة دي تجيبها في حدود 20-30 جنيه. ودي طبعا المذر بورد اللي هي الخضرة دي، وادي جوه السماعة الأساسية اللي انت بتسمع منها. الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي مشكله. لو انت مش عارف طبعا تغير، بلاش ان انت تعمل حاجه زي كده بنفسك. ممكن تروح لاي حد تشتري البطاريه وتقول له روح عايز اغير البطاريه دي، ماشي. يبقى مشكله السماعه الاساسيه في البطاريه دي ادي واحده اهي، وفي البطاريه التانية الداخلية اهي الكبيرة دي أكبر مشكلتين للسماعة. الباقي كله إن شاء الله الدنيا لذيذة وتقدر إن أنت تعملها تتحل مشاكلها، مفيش أي مشاكل. برضو زي ما انتم شايفين أهو، لو في أي تساؤلات تانية ابعتوا لنا ان شاء الله لو نقدر نجاوبكم على حاجه. بس دي المشاكل الاساسيه، وزي ما قلت لكم انا دي طبعا كنت عاملها بكويه اللحام مع نفسي. لكن لو انت مش عارف ممكن طبعا ان انت تروح تشوف حد يعملها لك. الموضوع بسيط، وبتشتريها طبعا من باب اللوق. ولو شفت الحلقات اللي قبل كده هتعرف اماكن الشراء واماكن كل حاجه. لو عندكم برضو اي تساؤلات يا ريت تقولوا لنا عليها، وان شاء الله نقدر ان احنا نجاوبكم. انا حاولت بس اجاوب على شويه من التساؤلات. زي ما قلت لكم، لو السماعه ما بتشحنش يبقى اول حاجه تشوف البطاريه الداخليه دي وتغيرها. بعد كده تشوف البطاريه بتاعه السماعه نفسها وممكن تغيرها لو السماعه فيها مشكله، يعني لو واحده شغاله وواحده لا. بعد كده مشكله تعليق وتوطيد الصوت، هي خلوا بالكم هي تاتش. ليها عدد تاتشات معين، بتبدأ تعلي الصوت وتوطي الصوت وتغير الأغاني وترد على المكالمات وكل حاجة. وكانت دي حلقة سريعة كده، لو حد عنده استفسارات برضو يقول لنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.